اسمحوا لنا الآن أن نستمع إلى أستاذنا الناقد الأدبي الكبير الذي شرفنا جميعا بحضوره في هذا المكان، الأستاذ الدكتور محمد زكريا علاني، ودوائر من عبير الروح ورقية نقدية من أستاذنا الدكتور فليتفضل. لا حديث ولا يحزنون، إنما جئت لأستمع وقلبي يخفر محبة لذكر المكان والأهل والذكريات العامرة. شعراء اليمن أو أدباء اليمن أو أهل اليمن بشكل عام يقولون لا بد من صنعاء وإن طال السفر. اسمحوا لي أن أقلب العبارة وأجعلها لابد من إذك وإن طال السفر. حنيني إليها يأتي من عمر طال وإذك مرسومة في الأفق، تمثل لي هدفا بعيدا يتراءى وكأنه الحلم وكأنه المستحيل. عشت طفولتي وتحملوا الشيوخ عندما يأتون إليكم فإنهم بالتلقائية بالحنين إلى الماضي الذي يمسكون به، أما المستقبل فإنه توارى أو يكاد. بالنسبة لي فإن الطفولة التي نمت وترعرعت في الرقيق أو بالأحرى الرقيق لأنها لا تنصرف في الحقيقة، لكن هذه الدائرة أو الدائرة المفتوحة والتي تأتي أمواجها من الإسكندرية تدور حول المنتزه والمعمورة، تصل إلى أبو قير، تشارك القلعة قلعة البحر، تتجاوز قلعة الجبل أو الطابية، وتصل إلى القلعة الكامنة في رأس الخليج، وتدور مع الخليج والذي يرتكز على طابية أبو قير ويمتد يمتد يمتد حتى يعبر الطرف والطابية والمعدية وإدكو ويصل إلى رشيد. كان من أحلامنا ونحن صغار، ولكنها كانت أحلاما صعبة، أن نجمع في قروشنا في جيوبنا 10 قروش لكي نستأجر بها بسكليتة نصل بها إلى رشيد. وما عمرنا وصلنا إلى رشيد على الإطلاق. عادة ما كان المسعى وتبديل البسكليتة وحكم الوقت والجوع والفلس يؤدي بنا أقصى ما يؤدي إلى إثم. وعندما نشارك في البحيرة ونعبر هذا الجسر الصغير ونرى السفن وصناعة السفن ثم تشرف النخيل من بعيد، ولا تقول لأهل إسكو إنه عادة ما كنا نمد أيدينا إلى النخيل وبعضه على مسافة متر أو أقل من متر، نشبع جوعنا ونشعر بالسكينة والطمأنينة، ويبدأ التفكير في كيف نقضي اليوم. وعادة ما كنا نسقط بوعي أو لا وعي رشيد ونستقر في إدكو. إدكو بالنسبة لي أيضا في حلقة ثانية ترتبط مع اسم أعتقد أنه شديد الغلاوة عندكم، اسم المرحوم محمد محمود زيتون، ولا أذكر اسمه إلا وأترحم عليه. وحتى
حتى في محاولة العام الماضي لإصدار كتاب عنه كتبته زوجته الكريمة التي أرسلت إلي نسخة هذا الكتاب وأعددته لتسجيل الثقافة، لكن في آخر لحظة في العام الماضي كان المؤتمر قد اتفق على أن يعقد في مرسى مطروح، فقالوا إذا فليكن الكتاب عن مطروح بما أن المؤتمر هناك، وهكذا تحول المسار وجعلوا أظن أن الشعر البدوي هو محور الكتاب، وتأجل الكتاب ولو إلى حين. أما عم شعبان فعم شعبان أظن أن ذكراه تحل هذا الشهر، ويا ليت أعلام إدكو المعاصرين يحيونها ومعها هذا السجل الحافل من مؤلفات أدباء إدكو، وأخص بالذكر الأستاذ محمد برامي الذي بالفعل قدم عنها دراسات علمية شديدة الخصوبة والقيمة، ومن هنا فأنا أحيل عليه. لكن الطبع غلاب، هكذا وجدتني أبحث في أضابيري وأستخلص عن إدكو إشارة مر بها من المؤكد الأستاذ برامي، والإشارة من القاموس الجغرافي للمرحوم محمد رمزي، وهو كتاب من ربما 6 مجلدات بيباع في الهيئة بشديد البساطة بسعر بسيط للغاية، وهو كنز من كنوز الدنيا بالنسبة لمصر والمصريين. الحديث لا يحتمل الإطالة، لكن تخيلوا أن الرجل غطى كل المدن والبلدان والقرى المندرسة التي اختفت، والمدن القديمة والتي لا تزال مستمرة، والمدن الحديثة التي ظهرت، بلدا بلدا، كفرا كفرا، زاوية زاوية، ولا أعرف أي مجهود بذله لكي يقيم هذه الموسوعة الرائعة. وإدكو فتح شهيتي لأعود للكتب القديمة، لكن الوقت لم يتسع، ولا حتى لو كان اتسع ما كنت سأؤامر بأن أعود إليها. فقط يتعلم الإنسان طالما كان حيا. وهكذا أجد إدكو اسمها الأصلي بالتاء إدكو. وفي معجم البلدان ياقوت الحموي من القرن السادس الهجري بفتح أولها بقت أدكو كمان بالتاء. وليدة قديمة قرب رشيد من نواحي مصر، وفي التحفة السنية من نواحي ثغر الإسكندرية، وفي تاريخ 1228 أخذت رسمها الحالي. كانت تتبع العطف، ولما أنشئ مركز رشيد في أول سنة 1889 التقت بها لقربها منه. ذكرها بوتيه تحت كذا، ذكرها إميلينو تحت في جغرافيته تحت اسمها القديم. يمضي ولا أريد أن أمضي معها، لكن لعلي أفتح شهية واحد من الحاضرين لكي ينظر إليه. أما محمد محمود زيتون فتعود أطيافه إلي الآن. أفتش في أوراق القديمة بحثا عن بعض رسائل أرسلتها إليه وأنا في باريس، وبعث إلي بها من الإسكندرية، حيث كان يشغل منصبا إعلاميا كبيرا في المحافظة.
ثم عرفت فيما بعد أن له ابنا فيما أعتقد طبيبا أقام في باريس، وأعطاني عنوانه في أهم شوارعها الشانزليزيه. على كل حال هو الشاعر منذ طفولته، منذ المرحلة الابتدائية. بديوانه الأول عندي لا أعرف من أين أتيت به جرس المدرسة، عليه على الأغلب على الغلاف الخلفي صورة له بالطربوش لولد 12 سنة وربما أقل أو أكبر قليلا. شعر رقيق موزون مقفى يمتلك فيه الملكة الشعرية التي ظلت تلازمه. دخل في مسرحيات شعرية وتحصن بثقافة إسلامية متينة قوية أقولها لكم وأجري على الله. ففي المرحلة الثانوية واحد من أساتذة التربية والتعليم العظام المرحوم عبد الرزاق المكي، والذي كان وقتها أستاذا للفلسفة في مدرسة الرمل الثانوية الناصرية، بعدها أصبح مديرا للمدرسة، بعدها أصبح وكيلا أول لوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. لكن فلنعد من المرحلة الأولى حيث ينشئ جمعية فلسفية وينشئ لها مجلة، والنمط من الأساتذة شديد الرقي، من يعين رئيسا للجمعية ورئيسا لتحرير المجلة. المجلة والجمعية تضم تلاميذ ومدرسي الفلسفة في الإسكندرية، يختاروا لرئاسة الجمعية ولرئاسة تحرير المجلة تلميذا من تلاميذه لكي يعلمه كيف يتحمل المسؤولية ويدير جمعية ويدير مجلة. أنا لا أعرف كيف فعلها معي ولماذا. على كل حال دعونا أستاذا من أساتذة الفلسفة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكان حديث عهد بالدكتوراه المرحوم حبيب الشاروني، والذي عد الدكتوراه حوالين الفلسفة، فلسفة جامبو سارتر الوجودي. وألقى الرجل المحاضرة وكان مجيدا، لكن يروح فين؟ ما أن انتهى من محاضرته حتى هب المرحوم زيتون وكأنه البلدوزر في تسفيه الوجودية وتسفيه من يعتنقونها والحط من مكان جنب سارتر، وظهرنا بعلمه وبصوته وبلغته العربية الهادرة المحكمة. الشيخ شعبان عرفتموه أكثر مني، فقط أترحم عليه وأدعو له بالجنة وبالخير. وهناك من أهل إيدكو الكثيرون بعضهم معاصر، حتى في تراثنا الأدبي الشاعر الإبكاوي، وهو يحمل هذا النمط هذه التسمية، وجدير بأن يعتني به أهل إيدكو ويعيدون طبع ديوانه وعقد ندوة عليه، وأنا مستعد أن أشارك فيها ب3 كلمات. ماشي؟ نعم. شكلها دكتور عن الكلام الجميل ده. الله يخليك. الحاج شعبان كان يعني تلميذه مش كده؟ الله كده. إنما يعني الراحلون يظلون أحياء من خلال المسيرة، والمسيرة تأتي من الارتباط
بالأدب والفن والفكر والإنسان بثقافته وتحضره. ولله الحمد فإن اسم إدفو يعتمد الآن باسم شديد الرقي له في نفسي عميق المحبة، الشاعر خميس حسون. أنا لا أريد أن أطيل، أولا لأني نسيت أوراقي في السيارة، بسيطة ليس مشكلة. وأصلا ما كنت أنتوي أن ألقي محاضرة، وإنما فكرت في أن أكتب عندما تأتي القدرة على الكتابة، وأكتفي في هذا اللقاء بالإطلالة الخاطفة والتنويه بقيمة هذا الديوان، والذي يأتي في الحقيقة مختلفا. شعر العمل، ويشاء المولى عز وجل أن يجعلني أكثر الأكاديميين اقترابا من شعر العمل. لا أعرف السبب، لكن على كل حال ربما جاء هذا من أني ارتبطت بالأندلس وبالشعر الأندلسي وبالموشحات على وجه الخصوص، والموشحات جر الزجل والزجل جر العامية. وانتهيت إلى مقولة في ذهني تقول إن شعراء العامية يرتقون بلغة الكلام بما قد يفوق الذين يحرصون على الفصحى، على اعتبار أنها هي اللغة الأرقى، فلتكن هي الأرقى. لكن هؤلاء الذين يكتبون بالعامية يصلون إلى قلوب الناس، والعامية التي يكتب بها شعراؤنا ليست عامية السكة الجديدة ومحطة مصر، وإنما هي نمط وسط بين الفصحى والعامية. ومن خلال هذا الذي يبذلون بالارتقاء بلغة الناس العاديين يقربون المسافة بينهم وبين لغة الضاد ولغة القرآن الكريم. فهم يحملون رسالة بوعي أو بغير وعي منهم. لكن على كل حال عندما سنطالع نماذج من شعر الأستاذ حسون سنرى أنه يعيد تشكيل هذه اللغة العامية المتكلمة بحيث تصبح في منزلة قريبة للغاية من منزلة اللغة الفصحى. الشاعر الشاب الذي تجاوز 50 هل أخفي سرا ولا يصدر هذا الديوان مسبوقا بعمل آخر حساب العمر للبدايات في سنة 2002. من المؤكد أنه يرتكز على كتابات عتيقة عريقة. إذا كان الميلاد في 1960 فأنا أتصور أنه اعتبارا من 1980 كانت وكتابات شاعرنا أخذت مسارا مختلفا. ما الاختلاف؟
الاختلاف انه ظهر في الفترة التي ظهرت فيها ظاهرة شهر التفعيلة أو التي سميت قبلها بشهر الفرد، والتي تنفلت من الإطار التقليدي القصيدة يعني الموزونة بالوزن التقليدي الموزون المخفف. ومن غير ما ندخل في تاريخها، هذه أحدثت ثورة كبيرة تصاحب انهيار هذا النمط، والذي كان يدور فيه الشعر في نمط قصائد المديح وقصائد الهجاء وقصائد الفخر، الموضوعات التقليدية وغيرها، والتي خلاص تكررت مرة مرتين 1000 10,000. وكان من الضروري أن يفتش الناس عن أداء جديد. وجاء الأداء الجديد مع شعراء التفعيلة يربطونها مع بدر شاكر السياب ونجم الملائكة وصلاح الصبور وفلان لم نخوض في تاريخ هؤلاء، وفقط ما أضافوه هو هذا الإحساس الجديد أولا بذاتية الشاعر، إن الشاعر لا يعبر عن الآخرين بقدر ما يعبر عن نفسه. انظروا إلى مقدمة شوقي في الشوقيات كيف يتحصل على إنه شاعر عبقري مثل المتنبي أهلك طاقته في أنه يكتب مدائح في الأمراء والملوك وأين أنت يا متنبي من ديوانك الكبير؟ يمكن لا يمثل من 1000 صفحة ولا 100 صفحة، أقل. شاعر العربي يتوارى، شاعر قديم طبعا، يتوارى لكي يعبر عن الآخر أكثر. وهكذا نترك هذا النمط ونجد إنه شاعرنا يتجه كما اتجه بدر شاكر السياب وصلاح الصبور وحجازي وغيرهم. ومن خلال هذا البث يعبر عن الآخر، لكن ليس بالشكل العتيق القديم. الناقد الإنجليزي الأمريكي إليوت اخترع من بدري من حوالي 70-80 سنة مصطلح المعادل الموضوعي، أي إنه الإنسان يعبر عن موضوع، هذا الموضوع يفضي إلى الموضوعات الأخرى، بحيث أن كل إنسان يرى فيه نفسه من خلال النفس التي تكلمت، عادة نفس الشاعر. والأستاذ خميس يفعل هذا بالفعل، يفعل هذا. وتعالوا ننظر في المسيرة التي تبدأ في صفحة 5، وكأننا قاعدين امبارح، ودائرتها الأم التي تحث ابنها على أن يتذكر أباه الراحل، يتذكره. فمن الضروري أن يكون هذا التذكر بأنه يروح الجبانة ويقرأ الفاتحة، أن التذكر هذا الامتصاص الداخلي والذي لا يحتاج إلى شيء مادي يتلبسه، لا، الروح هي التي تتلبس، الروح هي التي يثور فيها الشجن، الروح هي التي تمتلئ بالانكسار من الواقع. وكأنه الأب معادل للابن، فقط الأب وجد جبانة تحتويه، أما الابن فإنه يسير في ظروف الحياة المليئة بالشوق والعقبات، وكأنه حتى لا يجد المكان الذي يسويه.
وانظروا للشعر الحديث كيف أدار التجربة، لم يدرها أيها الراحل الكريم كذا، وأيها الراحل الكريم كل أب هو راحل كريم، لكن إعادة صهر التجربة بحيث أنه تسقط النبات، تحتوي الابن الذي يتكلم وتحتوي العصر بكل ما في العصر من قسوة وضياع وإحساس بفقدان الطمأنينة وكذا وكذا وكذا. أليست التجربة في سيرتها الحديثة أكثر تعبيرا، أكثر خروجا من النمطية ووصولا إلى التعبير العالم الحارق الذي ينصهر فيه الإنسان، ونرى نحن المجتمع والناس والحياة والعصر وسنة 2002 و2010 و2000 من خلال هذه التجربة. أثني على مقدمة الدكتور محمود عبد الحفيظ، فهو إنسان في بقدير تكلمت وأنت لقيتها. أنا لقيتها مكتوبة، يعني طلبت من الناشر لقيتها مكتوبة. لا أعرف، لقد أرسل يعني أنا نقلت الدكتوراه ثم سعدت بأن ترقيت إلى درجة أستاذ، وسعدت أكثر أن جاءتني منه دواوين شعرية عامية جيدة. هو شعر عامية جميل، لا هو شعر جيد. ولكن أنا طلبت من الناشر. طيب كويس. أنا قلت اختار لي حد يعني. لا والله أحسن الاختيار تماما. تكلمت أنا على الارتقاء باللغة. انظروا لي على سبيل المثال، وانظروا إلى الارتقاء في اللغة في مكونات النص وفي هذا التشكيل الذي ينبعث من الذات لكنه يصل للآخر. ارمس فرشاتك من دم البلد. للوهلة الأولى أسأل الطبقة الفقيرة المسحوقة عندنا دون أن يكون كلامي فيه إنقاص لها، حاجة لله، لكن أنا أسأل كإنسان ربنا من عليه بمنن شتى، منها أنه لا يأتي عليه أهل الشر ويجيبه مفلس وهو يمين على